والدوران واللعب تحت الضغط، وهذا ممكن ان يولد لك مشاكل اذا ما واجهت منافس اعلى من عندك بالمستوى في عمليه الضغط وممارسه الضغط عليك. طيب اليوم منتخبنا يقابل شقيق المنتخب اليمني، وهنا حكم اللقاء الدولي سالم عامر يطلق الصافر اعلان عن بدايه مباراه منتخبنا الاولمبي العراقي وضيفه تبقى لمصلحة منتخبنا. هجوم ذو الفقار، لمسة جميلة داخل منطقة الجزاء، غالب والهدف الأول، جول عن طريق رضا فاضل. الهجمة بالهجمة، هجمة المنتخب العراقي كانت أسرع وأدق في التنفيذ وأقل حتى في رضا فاضل اللي وضعها في المرمى، والتمريرة الجميلة جدا وخدعت الجميع، ويصل إليها رضا فاضل ليسجل الهدف الأول. كرة جميلة جدا وتحرك ممتاز، ولاعب حافظ مكانه وعنده إحساس بالمكان وزمان ولم يقع في التسلل. ربما المدافع الأنيق كل تدخلاته من دون أن يرتكب الخطأ، ولمسة جميلة وراح ذو الفقار يحاول أن يمر قريب منه الدوح ولا مساندة، والتسديدة جول، قنبلة بالجول. ذو الفقار يونس حضر كرته وسدد. نعم هي لا مسألة بالجميع أن يكون موجود منذ فترات جدا، وسدد تسديدة رائعة. لاحظوا فتح الزاوية، أخرج هذا اللاعب تماما الدوح، أخرج الدوح تماما من اللعبة، سدد كرة لامست رأس المدافع اللي ساهم في إدخالها، الطرقي ساهم في إدخالها في الشباك. واللقاءين السابقة 2-0 للعراق في نهائيات آسيا 2014 و5-0 في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات آسيا 5-0 على حساب اليمن. ولحد الآن منتخبنا في هذا اللقاء الودي هنا محاولة، حسين لاوندي ممكن ثالث كرار داخل منطقة الجزاء، ثالث وبالفعل هدف ثالث لمنتخبنا الأولمبي العراقي. حسين عبد الله لاوندي بعمل كبير ما بينه وما منتخبنا الأولمبي. جمهور قليل لكن هو محب عاشق مؤازر. لاحظ الإعادة والعمل اللي كان ما بين كرار وما بين حسين لاوندي، وعدم وجود أنانية من كرار محمد. حلوة لكرار محمد كان باستطاعته التسديد على المرمى، لكن فضل التمرير لحسين عبد شراب